بسم الله. وأول حاجة أحب أبدأ بيها الصلاة على سيدنا محمد. وما تنسوش تدوسوا لايك وسبسكرايب، ويلا اشتركوا في القناة وفعلوا رمز الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. أعمل إيه يا ربي؟ هاتولي ابني، أنا عايزة ابني. أخوكي فين يا سهى؟ هاتيهولي. كريم يا ماما كان فرحان قوي إن تيتا جت وخرج عشان يسلم عليها هي وخالته، بس معرفش لقيته راجع بيعيط. ناديت عليه ما ردش عليا وفتح الباب ونزل. طب انت كلمتي صحابه؟ اسألي عليه عندهم، شوفيه فين، راح عند مين فيهم. كلمتهم كلهم يا ماما، كلهم بيقولوا ان كريم ما راحش عندهم، ودينا مستنيين بابا بقاله 5 ساعات بيدور عليه. اصبري اما يرجع ونشوف هيقول لنا ايه. سراج، طمني، فين كريم؟ ما جاش معاك ليه؟ دورت عليه ومش لاقيه، ومحدش يعرف عنه حاجه. بس اقول ايه؟ مامتك هي السبب. ياما قلت بلاش تروحي بيه او هي تيجي، بس مفيش فايده، وادي النتيجه. ابني مش لاقيه، بس لو حصل له حاجه انا عمري ما اسامحها. سهى، وبعدين هتفضلي في الحالة دي لغاية امتى؟ انتي لا بتيجي المدرسة ولا بتحضري الدروس. مش قادرة يا نيرة، مش قادرة اعمل حاجة. كريم مختفي بقاله 4 شهور، ما نعرفش عنه حاجة. وماما لا اما تعبانة لا اما قاعدة ساكتة متتكلمش مع حد. وبابا على طول سايب البيت بيدور عليه. انا مش قادرة اصدق الكلام اللي اتقال ده. معقولة كريم مش اخويا؟ انا كنت بحبه قوي، وكنت بغير من حب ماما ليه اكتر مني. معلش يا سهى، ما تعمليش في نفسك كده. ان شاء الله بكره ربنا هيرجعه لكم بالسلامه. طمني يا دكتور، منى عامله ايه؟ حالتها عامله ايه دلوقتي؟ دي ما بتتكلمش خالص. قلت لك يا استاذ سراج، كل اللي مدام منى فيه ده حاله نفسيه، واحنا بنديها مهدئات، وربنا بقى معاها. يا حبيبتي يا بنتي، ربنا يقومك بالسلامه. وبعدين يا سراج هنعمل ايه؟ هنفضل سايبين منى كده تضيع مننا؟ انتي السبب يا طنط. كلامك هو اللي خلى ابني يمشي من بيت ابوه، ومنى كمان تعبت ورافضه تتكلم مع اي حد، ومش عارفين نعمل ايه. والله انا ندمت يا ابني، حقك عليا يا اسراء. اهم حاجه دلوقتي منى تقوم لنا بالسلامه، وكريم يرجع ينور حياتنا. كريم، انا عرفت حاجه مهمه لازم تعرفها. خير يا احمد؟ في ايه؟ قبل اي حاجه لازم تعرف ان انت غالي عندي، وفرحان طبعا ان انت قاعد معايا، ونفذت رغبتك لما بوجي سأل عليك قلت له ان انت مش عندي. بس لازم تعرف ان مامتك تعبانه قوي، وفي المستشفى يا كريم، وباباك منهار. ايه؟ ماما تعبانه؟ انت ازاي ما تقوليش يا احمد؟ يا حبيبتي يا امي، انا لازم اروح لها فورا. امي، امي، مالك يا امي؟ انا هنا يا حبيبتي، جيت. سامحيني يا امي. كريم يا حبيبي، سامحني يا ابني، حقك عليا. انت اللي تسامحيني يا امي، انا السبب في اللي حصل لك، حقك عليا. الحمد لله على السلامه يا كريم، نورت بيتك يا حبيبي. والحمد لله امك خرجت النهارده. الحمد لله يا بابا. بس انا عايزه افهم بقى، ايه الكلام اللي جدتي قالته ده؟ ازاي امي مش امي؟ دلوقتي يا كريم انت من حقك تعرف كل حاجه. انا من زمان قوي اتجوزت واحده اسمها دينا، ما كانتش راضيه بعيشتي، ولا كان عاجبها اي حاجه، وكانت عايزه تتطلق من زمان. بس لما جيت اطلقها عرفت ان هي حامل، فكملت معايا. وبعدين ولدتك، وبعديها ب20 يوم سابتك وهربت، وما نعرفش عنها حاجه. وانا كان لازم يا ابني اتجوز واحده عشان تربيك، وربنا كرمني بمنى مراتي، حبتك وحبتني، وعرفت تعاملني انا وانت حلو قوي كويس. ومن ساعتها قررت اكتب اسم الام في شهاده الميلاد هي منى، مش دينا. وربنا كرمنا بعديها تاني بسهى بعديها ب3 سنين. بس الوحيدة اللي ما قدرتش تنسى هي جدتك، هي اللي مش قادرة تنسى ان انت مش ابن منى، وعشان كده بتفرق ما بينكم. انا اسف يا ابني. يا بابا، كل ده مخبيه عليا وانا معرفوش كل السنين دي؟ وامي دينا دي فين؟ ازاي ترميني كده؟ الله يسامحها. كده يا كريم؟ كده تمشي وتسيب البيت؟ انا امك يا كريم، انت اول فرحتي. انا اول مرة اسمع كلمة ماما كانت منك انت. انت ابني يا كريم، وملكش ام غيري. ربنا يخليكي ليا يا امي، انا فعلا معرفش ام غيرك.
انتي لأمي. الأم مش هي الأم اللي تخلف وبس، لأ، الأم هي اللي تخلف وتربي. وياما ستات كتير ربنا ما كتب لهمش ان هم يخلفوا، بس عندهم حنية ستات ربنا كرمهم بالخلفة وقاسيين على عيالهم. وبكده خلصت قصتنا، بس لسه حكايتنا ما انتهتش. استنوني في قصة جديدة. بحبكوا قوي.